سلام الله سلام ما معه شكه وريبه مثل شمس الظهر يوم ابديها وابدي الظلام مثل شمس الظهر يوم ابديها وابدي الظلام يا سلام والسلام شكه وريبه مثل شمس الظهر يوم ابديها وابدي الظلام كل شيء نبتدي به الظلام ننتهي به وتحذر لا تجيني رمية من غير رمي وتحذر لا تجيني رمية من غير رامي كل شيء يسرامي نبتدي به ننتهي به وتحذر لا تجيني رمية من غير رامي مرحبا ترحيبة تعجبك باسلوب عجيبة تسناها نور القمر فالليل جلى يا الظلام والعلوم الطيبة ما هي على مثلك غريبة مراناق الناس ما تسرق رصاصه من حزامي خلا فكر وتفكر فالقريبة والبعيدة والقريبة والجهل ما هو بيبني فوق خلق الله سنامي والجهل ما هو بيبني فوق خلق الله سنامي وتذكر بالقريبة والبعيدة والجهل ما هو بيبني فوق خلق الله سنامي كل شيء ما تريده وشنابيبه وشنابيبه والله اللي لسانه مع سانه جاء نظامي والله اني لسانه مع سانه جاء نظامي كل شيء ما تريده وشنابيبه وشنابيبه والله اني لسانه مع سانه جاء نظامي أنت خيال الطير
البلاد اللي تدور للكسيبة، ثاني ما نقضي على الشايع على الدنيا السلامي. خلوها إلا تسوي لي مصيبة ثم أسوي لك مصيبة، أنت فاهم ما تبي واحد يترجم لك كلامي. يا الزلامي ما حد يرضى على نفسه غالبا، وانت فكر في الزمان ولا تفتش في الاسامي. وانت فكر في الزمان ولا تفتش في الاسامي. يا الزلامي ما حد يرضى على نفسه غالبا، وانت فكر في الزمان ولا تفتش في الاسامي. يركض المسلم ولكن ما يحوش الا نصيبه، ما خبرت ان الحرامي قد سرق غرة حرامي. ما خبرت ان الحرامي قد سرق غرة حرامي. يركض المسلم كلمة مثل العسل ورماية حول الضريبة، ماري لو قلنا علامك قال أنا ما أدري علامي. أحمد الناصر رفيقي واحتزم به واعتجيبه، ماري بعض مرار صوته يزعج الناس النيامي. ومعنا الأخ الشاعر بيب العازمي يحلل لنا بعض هذه الكلمات. حياك الله. تفضل. أنت سمعت الأخ الشاعر أحمد الناصر ورشيد الزلامي قالوا بعض الكلمات، وأعتقد في البداية أن الأخ الشاعر أحمد الناصر قال أتحذر من رمية من غير رامي كذا. كان يقصد في يتحذر من رمية من غير رامي؟ والله أولا المحاورة يعني ما نقدر نحللها بشكل عام لأنها محاورة أساتذة، لكن يقول المعنى ببطن الشاعر. المعنى ببطن الشاعر، احنا نقول رأينا والباقي على الله. طبعا هو كلمة رميت من غير رامي ممكن تصيبني هارجة وأنا غافل، يعني ما تليق بها أو إني وأنا غافل. نعم. بيت لرشيد الزلامي قال ما تسرق رصاصة من حزامي. هو متحرص انه يعني ما يصدر مني ان شاء الله يعني اي
كلمة في صديق أو في رفيق أو في إنسان ثاني، أنا متحرص يعني متحفظ على الشيء هذا. وثانيا أنا ماني من هذا الأسلوب هذا إني أرميك يا أحمد الناصر أو أرمي غيرك. طيب أحمد الناصر قال لا تفكر إيش ولا تفتش في الأسامي، لا تفكر بالزمان أعتقد أو كذا، لا تفتش في الأسامي، فكر في زمانك ولا تفتش في الأسامي. والله أعتقد هذه فيها شيء على الشعراء بينهم يعني، لا على الشعراء الآخرين اللي أنا من ضمنهم، بس ما أدري أنا مع الأسامي ولا والله ما أدري أنا مع المدرجين، ما أدري أنا مع المدرجين في القائمة ولا برا. العموم هو يعني المحاورة بشكل عام كانت تتكلم عن الماضي، يعني عن شيء ماضي، تاريخ ماضي قد يكون بين الأخ رشيد والأخ أحمد الناصر، وتتحدث يعني عن تاريخ طويل بينهم أو بصفة عامة في الشعر. وفي الأخير تحول الموضوع إلى أنه لا تغترب شيء يصير الآن، طالع الساحة طالع الشعراء، بس لا تقول حبيب العازمي ما هو ممتاز ولا تقول غيره ما هو ممتاز، خلى الدنيا تمشي على ما يبغى. نعم. عموما الله يعطيك العافية. وطبعا ما يكفي هذا التحليل عندك، أعتقد فيه. بس أنا لي ملاحظة. تفضل. أنا لي ملاحظة، وأنا متأكد أن الأستاذ أحمد الناصر والأستاذ رشيد الزلامي يعرفون أن الشيء هذا أنه ما جاء عن قصد، يعني جاء عن طريقة عفوية. في هنا بيت شطر لرشيد يقول كأنها نور القمر في الليل جلى الظلام. هنا في الليل جلى الظلام معناته أنه سبق الليل القمر صار اللي يجي الليل الظلام هو الليل، ويعتقد من كذا، ولكن كأنها نور القمر جلى الظلام، هذه تؤكد أن القمر اللي يجي الظلام. لا ما هو أنا أدري أنها جت كذا. في أبو محمد برضه قال كل شيء ما تريده وش نبيبه وش نبيبه، يعني كل شيء ما تريده، يعني أنا أرى أن الأصح كل شيء ما نريده وش تبيبه أنت وش نبيبه حنا. وأعرف أن الأستاذ أبو محمد يعرف أن هذه جت كذا، يعني علشان المعادلة، ولا أبو محمد بس مخلص النفس، يعني رشيد ما عليه منه. الشيء الثاني هنا ملاحظة يجب أنه يعني لاحظها جميعا أنه الشايع، كلمة الشايع كان ما نقضي على الشايع على الدنيا السلام. أولا معروف أن الشاعر أن أحمد الناصر الشايع، ولكن أنا أقول أن الشايع الكلمة المطلوبة هذه أنها ما هي بالشايع أحمد الناصر. الشايع هو النفاق أو الكذب بين اللي كانوا يعني نتكلم رمية من غير رامي، هذه يمكن امتداد للمحاورة حسب المعرفة والعلم عند الله.